تخيلت كده اني فجأة صحيت لقيت نفسي في ثالثة ثانوي، بس في مادة زي الفيزياء انا تقريبا لسه ما بدأتش فيها ولا فاهمها ولا حتى عارف أبدأ منين، والوقت بيجري واحنا خلاص في اخر جزء من السنة. ساعتها السؤال مش هيبقى هجيب كام، ولكن هل هقدر ألحق اصلا؟ السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفكرة دي جات لي وانا قاعد مع نفسي كده وقلت طب لو رجعت تاني ثالثة ثانوي بس بالعقلية اللي عندي دلوقتي بعد ما خلصتها ودخلت الكليه اللي كان نفسي فيها الحمد لله، وعدى عليا كمان كذا ترم، يا ترى كنت هتصرف ازاي لو انا كنت لحد دلوقتي لسه مش ظابط ماده زي الفيزياء؟ لكن انا في الحقيقه كنت اصلا بادئ السنه من بدري. بس قلت طب تخيل سيناريو تاني، لو انا ما كنتش عملت كده وكنت بدات متاخر كنت هتصرف ازاي في موقف زي ده؟ فالسلسله دي فكرتها ببساطه اني هحط نفسي مكان الطالب اللي في الموقف ده، وهتخيل نفسي ان انا في المكان ده، وهبدا اقول لكم كنت هبدا منين، كنت هفهم الفيزياء ازاي، وكنت هتعامل مع المسائل ازاي، وازاي اظبط دماغي وانا اصلا داخل على ماده الناس كلها بتخاف منها. طب ليه الكلام ده ممكن يفيدك؟ لان ببساطه اللي بيكون عدى من التجربه وبيتكلم بعدها بيكون شايف الصوره اوضح، عارف الغلط فين وعارف الطريق الاقصر، وانا هحاول اقدم ده ليك باذن الله. وبصراحه كده انا برضو في الكليه مش دايما ببدا من بدري، اوقات كتير ببقى متاخر وبلحق نفسي قبل الامتحان، فبقيت فاهم يعني ايه تكون مراكم وتلحق نفسك في الاخر. السلسله دي مكمله معاك باذن الله لحد اخر وقت قبل الامتحان، وهنعدي سوا على كل حاجه ممكن تقابلك في الرحله. ولو عندك مشكله معينه اكتبها في الكومنتات وان شاء الله هتكلم عنها في فيديوهات جايه. يلا بقى نبدا اول خطوه في ماده ناس كتير شايفاها صعبه بس باذن الله تعدي معانا على خير، الفيزياء. يلا بينا. طيب في الأول ازاي كنت هقنع نفسي ان الفيزياء ممكن تتلم في 60 يوم؟ اول حاجة كنت هعملها كنت هبطل ابص على الفيزياء على انها مادة كبيرة ومخيفة، وابدأ ابص عليها بشكل ابسط شوية. كنت هقول لنفسي الفيزياء في النهاية مش بعبع ولا حاجة، هي عبارة عن قوانين، افكار، ومسائل بتتكرر بنفس الانماط. يعني في الاخر هي عدد معين من الافكار زائد وقت تدريب عليهم. كنت هبدأ افكر كده، كل فصل في الفيزياء محتاج مني وقت عشان افهم الفكرة، استوعب القانون واتمرن عليه. يعني مثلا فصل زي الفصل الاول في الكهربية ممكن ياخد مني عدد ساعات معين، ممكن فصل اخف شوية زي الفصل الرابع ياخد عدد ساعات اقل. ففي الاخر هلاقي ان المنهج كله عبارة عن عدد ساعات فهم وعدد ساعات حل. برضو خلينا نقول ان الفيزياء مش محتاجة وقت وخلاص، هي محتاجة وقت زائد تركيز زائد فهم حقيقي. ساعة بتركيز في الفيزياء حرفيا احسن من 3 ساعات قاعدة بدون تركيز. لما اجي ابص على الوقت اللي معايا وابدأ اوزع عليه ساعات الفهم وساعات الحل، هلاقي ان الموضوع ممكن يتلم، بس بشرط واحد، اني اذاكر صح، مش كتير وخلاص. فالفيزياء مش صعبة، هي بس محتاجة تتفهم ويتحل عليها كويس. طب حاجة مهمة جدا، كنت هجيب الدافع منين؟ بصراحة أنا ما كنتش هستنى إن أبقى متحمس عشان أبدأ، لأن ببساطة مش الدافع اللي بيخليك تذاكر، أنت اللي بتبدأ وبعدها الدافع بيظهر. يعني طبيعي أول يوم في الفيزياء تحسه إنه تقيل، مش فاهم ومش عارف تحل، وممكن تتضايق كمان وتقول أنا مش مكمل ومش عايز أصلا أي حاجة في أي حاجة، أنا مش عايز أذاكر المادة دي. ولكن ده طبيعي جدا. ولكن بمجرد ما تبدأ تفهم فكرة بسيطة أو تحل مسألة لوحدك حتى لو كانت سهلة، هتحس إنك بدأت تمسك أول الخيط وهتحس براحة. وعشان كده أنا كنت هعتمد على حاجة واحدة بس، إن أبدأ، مش مستني حماس ولا مستني مزاج. وفي الآخر أنا مش محتاج أبقى متحمس عشان أذاكر الفيزياء، أنا محتاج أذاكر وبعدين الحماس هيجي. طيب كنت هعمل إيه بالظبط؟ أول قرار مهم كنت هاخده إني أقعد في البيت في الفترة دي، حتى لو كنت بنزل درس فيزياء ومرتاح لطريقة شرح المستر. لو أنا في الموقف ده كنت هقعد في البيت وأمشي دنيتي مع نفسي، لأن حتى لو أنا مرتاح لطريقة شرح المستر اللي أنا باخد عنده في السنتر، فهو مش هيتابعني أنا بس لوحدي، أنا عندي مشاكل في المادة، فمش هينفع ان انا اضيع وقت في حاجه الا لو هي هتعود عليا انا بس بالنفس. فعشان كده مذاكرتي كانت يا اما هتبقى لوحدي يا اما هشترك مع مستر في اي كورس مراجعه نهائيه، لان الوقت اللي انا هضيعه في ان انا انزل واجي من الدرس وان انا اكون واقف مثلا مع اصدقائي بعد الحصه، او ان انا مثلا اتشتت بالناس اللي حواليا، كل الحاجات دي بالنسبه لي انا تعتبر حاجات بتاخد من وقتي، مش شرط بتضيعه ولكن بتاخد من وقتي، وانا في الفتره دي محتاج استغل كل الوقت اللي معايا. فما عنديش رفاهيه ان انا اخلي فيه وقت رايح لاي حاجه تانية غير الماده اللي في ايدي دلوقتي اللي انا عندي مشكله فيها. تاني حاجه كنت هعملها كنت هوحد مصدر الشرح، يعني اختار مستر واحد بس وامشي معاه في اللي باقي من السنه. عن نفسي كنت هتابع مع مستر محمود مجدي. طب ليه ده مهم جدا؟ ببساطه لان المرحله اللي احنا فيها دي ما عندناش رفاهيه ان احنا نشتت نفسنا بين المدرسين. وحاجه مهمه جدا تعمل حسابها ان ايا كان المستر اللي انت هتختاره، سواء مستر محمود مجدي او مستر محمد عبد المعبود او اي مستر فيزياء، انت بتختار المستر
عشان بس يوصل لك المعلومة، مش اكتر من كده. الموضوع متوقف على انت بتذاكر ازاي ومجهودك عامل ازاي، لان اي مستر هتختاره هو عنده طلبة قفلت المادة قبل كده وجابت درجات عالية، وعنده ناس برضو ما جابتش درجات. فالموضوع دايما معتمد على انت بتعمل ايه، مش المستر اللي انت مختاره. ولكن انا كنت هتابع مع مستر محمود مجدي لو انا في الموقف ده بالذات لاسباب معينة بصراحة، مش عشان خاطر انا بحب طريقته خلاص. طب ليه كنت هتابع مع مستر محمود مجدي؟ عشان خاطر ببساطة هو مناسب جدا للوضع اللي انا فيه. انا متأخر ومحتاج حد يوصلني بسرعة من غير لف، ومستر محمود مجدي طريقته في الشرح واضحة جدا ومباشرة، مش بيشتتك بتفاصيل كتير، بيديك الزتونة اللي تخليك تفهم السؤال وتتعامل معاه بشكل كويس. وكمان بيعتمد جدا على فكرة الأفكار، مش بيحفظك قوانين وخلاص، هو بيعلمك السؤال ده بيجي ازاي والفكرة دي بتتكرر بشكل عامل ازاي. ومن الحاجات اللي مميزة جدا برضو انه بيعرف يبسط الفيزياء بشكل ذكي. هو بيشرح بيستخدم مثلا حاجه زي التعويذ في الحفظ، ودي بتثبت المعلومه جدا. ولو عندك مشكله في الفيزياء الحديثه فهو من افضل الناس اللي بتوصلها ببساطه وبتشرحها بطريقه تخليك تعرف تحل في الامتحان. فاختياري ليه في الموقف ده مش عشان بالضروره هو الافضل، ولكن عشان انا شايفه الانسب لظروفي. بعد ما وحدت مصدر الشرح كنت هعمل نفس الفكره في الحل، كنت هحل من مصدر واحد بس، مش كنت هزود عن كده في الفيزياء. وكنت هضيف معاه النماذج الاستشهادية وامتحانات السنين اللي فاتت، دي طبعا حاجة أساسية. الفيزياء بالذات أنا مش محتاج أتنوع فيها على قد ما أنا محتاج أركز في كل فكرة سؤال أنا بحله. وكمان عشان ما أحبطش نفسي، خصوصا إني بادئ متأخر، فأنا كنت هركز على مصدر واحد بس، وهاخد معاه الأسئلة المضمونة اللي لازم ما ينفعش أخش الامتحان من غير ما أحلها، اللي هي النماذج الاسترشادية وامتحانات السنوات السابقة. طب ايه هو المصدر اللي كنت انا هعتمد عليه او هحل منه بشكل اساسي؟ المصدر ده كان هيكون كتاب الامتحان مراجعة نهائية. كتاب الامتحان مراجعة نهائية بصراحة في الفيزياء هو اكتر كتاب معتمد من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير جدا كانت جابت درجات عالية في الفيزياء وعملت اداء كويس في امتحان اخر السنة، كانت دايما بتشكر في كتاب الامتحان مراجعة نهائية ان هو كان افضل وافيد كتاب هم حلوا منه في المراجعه. فعشان كده وانا عن نفسي برضو حليت منه في المراجعه، وهو الكتاب الاساسي اللي انا كنت معتمد عليه. وبصراحه يعني ما كنتش محتاج اكتر منه، عشان كده هو فعلا كتاب يستاهل ان انت تركز معاه هو بس، وما تشتتش نفسك باي كتاب تاني. في النهايه انت مش مطلوب منك تحل كل حاجه، انت مطلوب منك تستفيد بجد من اللي انت بتحله. طيب لو انا في الموقف ده ولسه هبدا في الفيزياء، كنت هبدا بأنهي فصل بالظبط؟ ببساطة أنا كنت هبدأ بالفصل الأول. ليه البداية بالفصل الأول مهمة جدا؟ لأن الفصل الأول هو أساس الفيزياء كلها. أنت لو فهمت الفصل الأول كويس، فهمت قانون أوم ومسائل النسبة ومسائل المقارنة بين مقاومات ومسائل التيار الكهربي، أنت كده مش بس خلصت باب، أنت بنيت طريقة التفكير اللي هتمشي بيها في باقي المنهج كله. وخليني أقول لك حاجة، طبيعي جدا أول ما تبدأ الباب ده تحس إن أنت مش عارف تتعامل خالص، المسائل تقيلة، الدنيا مش واضحة، وحاسس انك تايه. بس ده طبيعي جدا، عشان دي يمكن اول مرة تتعلم ازاي تحل فيزياء بجد. بس مع شوية حل هتلاقي نفسك فاهم ايه ده الموضوع بقى سهل، انا بقيت بلعب بالمسائل ان شاء الله يعني. وده مش هزار، ده بيحصل حرفيا بس مع شوية التزام. وكمان حاجة مهمة جدا، اغلب القوانين اللي في الباب ده هتفضل معاك لحد اخر المنهج، فبدايتك بيه هتكون افضل بداية عامة حتى لو متأخر. هو مش عليه درجات كتير في الامتحان، في الفصل التاني عليه اعلى والفصل التالت اعلى واكيد الحديثة اعلى، ولكن انا دلوقتي عايز ابني اساس، فالفصل الاول هو افضل اساس ممكن ان انا ابنيه في الفيزياء. لو كنت بدور على درجات بس كنت هبدأ بالحديثة مثلا او الفصل التاني او التالت، ولكن عشان ابني اساس في الفيزياء كويس خليني بإذن الله ألم باقي الفصول التانية بدرجة صعوبة أقل، فلازم أبدأ بالفصل الأول وأفهمه كويس. طيب قبل ما نبدأ فيه أنا كنت هعمل إيه في أول أسبوع، في حاجة مهمة جدا لازم تكون واضحة. الخطة اللي أنا هقولها دي في حالة إن أنا كانت مشكلتي الأساسية في الفيزياء بس، يعني أنا ظابط باقي المواد التانية أو على الأقل مش واقع فيهم، مش زي الفيزياء يعني، وعندي مشكلتي الأساسية في الفيزياء فقط. الخطة دي هتكون مناسبة جدا بالنسبة لي ببساطة، عشان خاطر أنا في الخطة دي هدي الفيزياء أولوية في مذاكرتي عن أي مادة تانية، لأني هبدأ بيها اليوم في أكتر وقت أنا فيه مركز، في أكتر وقت أنا فيه بكون قادر أذاكر، وهديها يعني وقت مش قليل في الفترة دي، يعني هديها تقريبا فترة تركيزي كلها، وفترات التانية هذاكر فيها بقى المواد التانية، ولكن مش هكون محتاج أذاكرها بنفس قدر التركيز اللي أنا محتاج أذاكر بيه الفيزياء. فعشان كده
الخطة دي هتكون مناسبة جدا لو مشكلتك الفيزياء بس، بينما لو معاك مواد تانية محتاج تظبطها برضو زي الفيزياء، بنصحك ان انت تركز في الفيزياء اكتر من اي مادة تانية، لان بجد في ليالي المادة دي انت بتكون محتاج انك تكون واثق في نفسك اكتر من اي مادة تانية يمكن بالنسبة لي. طيب خلونا نبدأ عمليا. انا كنت هعمل ايه في اول اسبوع في رحلتي في انقاذ الفيزياء، اسبوع الفصل الاول؟ ببساطة انا كنت هعتمد اولا ان انا افهم الفصل الاول ده كويس، افهم افكار المسائل قبل ما ابدا ان انا احل. مش هروح احل على طول وافهم من الحل الافكار عامله ازاي. كنت الاول هخصص لنفسي زي ما انا قلت كده اكتر وقت انا فيه مركز في اليوم واسيبه للفيزياء بس. عايزك تسيب للفيزياء من 4 ل5 ساعات، مش اقل من كده ولا اكتر من كده برضو، عشان خاطر احنا عندنا مواد تانية. طب ليه؟ عشان خاطر انك تخلص الفصل الاول في اسبوع وتكون ظبطه كويس، فانت محتاج وقت مش قليل، دي حاجة طبيعية، ومحتاج كمان وقت مركز. فعشان كده هيبقى من 4 ل5 ساعات. هعمل ايه بالظبط؟ هفتح ورشة الفصل الأول اللي عاملها مستر محمود مجدي ومنزلها على قناته على اليوتيوب. مدة الورشة دي تقريبا 5 ساعات إلا ربع. الورشة دي متقسمة لشرح سريع كمراجعة لأجزاء وأفكار مسائل الفصل الأول تقريبا في أول 3 ساعات. بعد كده مستر محمود مجدي بيبدأ يحل امتحانين شاملين على الفصل الأول. أنا كنت هعمل إيه في ال5 ساعات إلا ربع دول؟ كنت الأول هركز عليهم هم بس، واحاول ان انا اخلصهم في اول 3 ايام من الاسبوع. كنت همشي في الجزء الاول من فيديو الورشه ده اللي هم اول 3 ساعات، كنت هسمع شرح المستر بالراحه لكل نقطه هو بيراجعها بسرعه. في نقط معينه في الفيزياء هي منطقيه، مش محتاجه شرح معقد، مش محتاجه ان انت تقعد تجيب لها كوبايه قهوه وتقعد تتفرج عليها وتفهمها بالراحه. لا، هي في نقط سريعه، في نقط بتتفهم كده وبتتلقط بسرعه، وبرده ده على حسب قدراتك. لكن عامه في الفصل الاول حاجات فعلا سهله، فبالتالي الحاجات السهله دي انت هتعتمد فيها في الشرح على الشرح اللي هيشرحه المستر فيديو الورشه. في حاجات تانية زي مسائل كيرشوف مثلا او مسائل المقارنه بين المقاومات، الحاجات دي بتكون محتاجه هدوء شويه وبتحتاج ان انت تسمعها اكتر من مره، ويكون المستر بعيد عليها اكتر من مره وبيأكد عليها كذا مره كمان. فالحاجه دي انت طبيعي جدا تحس ان انت مش فاهمها من فيديو الورشه ده. لو حسيت انك فاهمها فانت كده بصراحه في نعمه كبيره، لو حسيتش انك فاهمها ده عادي جدا. نعمل ايه ساعتها؟ هنروح على فيديوهات الشرح الاساسيه على قناه المستر، وهنجيب الجزء ده من الشرح وهنسمعه من الفيديو الاساسي. الموضوع ده هو ممكن يكون مجهود شويه، ان انت تطلع من فيديو الورشه وتروح لقناه المستر وتجيب فيديو الشرح يعني هو تحس ان هو مجهود. انا على نفسي كنت بستصعب ده، ولكن لو قدرت تغصب نفسك ان انت تعمل ده هتلاقي الدنيا معاك سهله باذن الله. لما تفتح الشرح الاساسي للنقطه اللي انت ما فهمتهاش دي، غالبا ان شاء الله هتفهمها ان شاء الله هتفهمها. تمام، يعني هو المستر والله بيسهل الدنيا جدا وطريقه شرحه مبسطه. فانت لما تفتح الفيديو الاساسي ان شاء الله هتفهم النقطه اللي وقفت معاك دي، وبعدين ترجع تاني لفيديو الورشه تكمل دنيتك زي ما انت. المستر في فيديو الورشه بيشرح الفكره، بعد كده بيحل عليها سؤال، فانا كنت هسمع منه الشرح الفكره، والسؤال اللي هو هيحله بعدها هوقف الفيديو وهحاول ان انا احل السؤال ده لوحدي. هحاول افكر في السؤال. بنسبه كبيره مش هعرف احله، لو عرفت احله كويس الحمد لله، لو ما عرفتش احله ببساطه هشغل الفيديو تاني وهشوف المستر فكر ازاي في السؤال، حله ازاي، طب هو يعني ايه اللي كان تايه انا عني والمستر قدر ان هو يحل السؤال بيه. لان المستر لما بيحل السؤال بيشرح هو حله ازاي بالظبط، فبالتالي لما انا اعرف هو ازاي حل السؤال ده بالظبط انا هخش على السؤال اللي بعده. خلاص مش هقف عند السؤال ده يعني، الا لو قال ملحوظه مهمه ساعتها هكتبها، ولكن مش هقف عند السؤال ده، هكمل بعديه، ولكن هيكون عقلي دخل في فكره ازاي المستر حل السؤال، ودي مهمه جدا وهتفرق معايا. هفضل ماشي بنفس النظام كده لحد ما ال3 ساعات يخلصوا. النظام زي ما انا شرحته كده ببساطه، همشي مع المستر في الافكار اللي هو بيقولها، هحل السؤال اللي بيتعرض معايا في الورشه قبل ما المستر يبدا يحله، بعدين اشغل المستر واشوف فكر فيه ازاي، ولو في اي مثلا نقطه حسيت ان الشرح بتاعها محتاج تفصيل اكتر هروح لفيديوهات الشرح الاساسيه. وفي النهايه هو المستر بيشرح الفصل في 3 ساعات في الورشه، بينما في فيديوهات الشرح الاساسيه المستر عامل 9 حصص، كل حصه ساعتين، فانت بتتكلم في 18 ساعه. فطبيعي جدا ان في نقط تحس ان انت مش فاهمها، بس مش هتكون كل النقط ومش هيكون كل الباب. اوعدك انت بس مش تستصعب الموضوع على نفسك وتقول لا انا كده الباب كله هيبقى عندي مشكله فيه. صدقني مش هيكون عندك مشكله الا في نقط معينه، هي دي اللي هترجع لها من الشرح الاساسي. طيب خلصنا اول 3 ساعات، باقي الورشه عباره عن ايه؟ عباره عن حل امتحانين شاملين. الامتحانين الشاملين دول افكارهم كويسه جدا بصراحه على الفصل الاول، وهيلموا لك حاجات كتير من اللي اتشرح في ال3 ساعات اللي قبلهم ومن الباب عامه، وهيكونوا مفيدين جدا ليك. فعشان كده لازم تحل الاسئله دي
مع المستر. هتحل الاسئله دي مع المستر بنفس الطريقه اللي كنت بتحل بيها الاسئله في الثلاث ساعات الاولانيين. انت مش مطالب دلوقتي ان انت تتحط قدام امتحان شامل على الفصل الاول، ولكن انت هتحل كل سؤال بسؤال وبنفس الطريقه. هتشوف المستر فكر ازاي في السؤال، حتى لو حليته صح برضه لازم تشوف المستر فكر ازاي في السؤال، بالذات في الفيزياء لازم تعرف المستر فكر ازاي في السؤال. طيب فيديو زي ده بالطريقه اللي انا قلت عليها دي، فاحنا لو ادينا له كل يوم في اكتر وقت احنا مركزين فيه من 4 ل 5 ساعات باذن الله هنخلصه في 3 ايام. خلصنا الفيديو ده في 3 ايام، باقي كده في الاسبوع معانا 4 ايام. هنعمل ايه في ال4 ايام دول؟ هنبدا ندخل على كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، اللي هو بالنسبه لي والله افضل كتاب مراجعه نهائيه زي ما قلت. هنخش على كتاب الامتحان مراجعه نهائيه وهنفتح جنبنا، وده انا بنصحكم بيه، يعني كل واحد براحته على حسب اللي يريحه. بس بجد انا في الثانويه كنت بعشق المستر ده. المستر ده حرفيا كانت طريقته في الحل بتحببني في الفيزياء. يعني انا عرفته في المراجعه النهائيه على فكره، عرفته لما اشتريت كتاب الامتحان وبدات احل منه. انا كنت مشترك مع مستر محمود مجدي من اول السنه، وكنت شغال معاه من الكتب بتاعته، وكنت بحل معاه هو بس، ما كنتش بحل مصادر تانية خالص. بدات ازود حل وازود كتب في المراجعه النهائيه. عموما انا ما كنتش بحل الا مع مستر محمود مجدي. لما بدات احل كتاب الامتحان مراجعه نهائيه ده، مستر محمود مجدي ما كانش بيحله، انا اللي حليته من نفسي. وفتحت المستر ده حرفيا انا حبيت الفيزياء اكتر ما بحبها، يعني حبيتها اكتر. مين المستر ده بقى في الاخر؟ هو قناته على اليوتيوب اسمها الفيزياء والحياه، مستر محمد وصفي. المستر ده هو مش بيحل بس كتاب الامتحان، هو بيحل كذا كتاب كمان، بس انا ماليش دعوه بباقي الكتب، مش هشتت نفسي. كل واحد بيحل الكتاب اللي هو بيحله. انا بالنسبه لي بحل كتاب الامتحان، فمش هركز الا في كتاب الامتحان، مش هحس ان في حد مثلا سابقني او في ناس بتحل كذا كتاب. انا ماليش دعوه، احل كتاب الامتحان بس. هبدا بحل اسئله الفصل الاول من البدايه. معايا لحل اسئله الفصل الاول 3 ايام. طبعا حل اسئله الفصل الاول من كتاب الامتحان كامله بتاخد وقت، فانا تعمدت ان انا اديها 3 ايام كاملين. بس ال3 ايام دول انت مش بس بتحل اسئله كتاب الامتحان مع مستر محمد وصفي، ال3 ايام دول برضو انت بتذاكر الفصل الاول. لان في نقطه يمكن انا ما قلتش عليها وانا بقول لكم نعمل ايه في فيديو الورشه، وهو ان المستر هيشرح المعلومه، انت محتاج تبدا تذاكرها. فبالتالي المذاكره دي برضو هيبقى ليها جزء من الوقت، فانت هتحاول تذاكر كويس محتوى الفصل الاول من شرح مستر محمود مجدي ومن فيديو الورشه. انت بتشوف الفكره وبتحل عليها شبهها، ده يعتبر مذاكره. ولكن المذاكره ان انت تعيد المعلومه مع نفسك دي حاجه تانية. فانت هتعمل ده بدايه من حل كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، مش هتعمل ده مع مستر محمود. يعني من الاخر حاول تنجز ورشه مستر محمود قدر الامكان، مش لازم تذاكر، ابدا ذاكر وانت بتحل كتاب الامتحان. ليه طبعا عملت كده؟ عشان خاطر لما انا خلصت ورشه مستر محمود انا بقى عندي فكره كويسه جدا عن الفصل الاول، فبالتالي انا لما ابدا اذاكره هحس ان انا فاهم انا بذاكر ايه. ودي حاجه مهمه جدا، لان انا في اول السنه لما بدات اذاكر الفيزياء كنت بخلص حصه الشرح وبحاول اذاكر انا الفصل الاول، بحس ان انا مش فاهم، بحس ان انا مش عارف اذاكر، لان الكلام يعتبر كان جديد عليا. وطبعا لان في اول السنه احنا ما بنحلش اسئله، احنا في اول السنه بنستقبل شرح بس، ما بيركزوش معانا في اول السنه على الاسئله والامتحان وكده، لان لسه بدري عليه، فبيبداوا يشرحوا لنا واحنا نبدا بقى نذاكر من اول وجديد ومن البدايه وكده. لكن احنا في الفتره دي احنا بنركز على حل السؤال، بنركز على ازاي نجيب الدرجه وازاي نفهم الزتونه من الموضوع في اسرع وقت يعني. فعشان كده هنبدا مذاكره للفصل، الدنيا هتبقى معانا اسهل جدا واحنا بنحل في كتاب الامتحان. في ال3 ايام دول ممكن قدراتنا بتختلف عن بعض. قدرت تحل اسئله الفصل الاول كامله من كتاب الامتحان دي تبقى حاجه عظيمه جدا. ما قدرتش تحل الاسئله كلها، اقف عند اللي انت حليته. يعني انت حليت لحد سؤال رقم كذا وكان فاضل لك مثلا شويه اسئله، سيبهم خلاص مش مشكله، ولكن حاول زي ما قلت لك انك تستفيد من كل سؤال بيتحل مع المستر جنبك. حل السؤال، شوف هو صح ولا غلط، لو طلع غلط شوف حل المستر، شوف فكر فيه ازاي، اكتب افكارك، وباذن الله دنيتك هتبقى تمام ومش هتلاقي اي مشكله ان شاء الله. خلصنا اول 3 ايام خلصنا فيها الحمد لله ورشه مستر محمود. تاني 3 ايام خلصنا فيها اللي نقدر عليه من اسئله كتاب الامتحان وذاكرنا نقط الفصل الاول. اخر يوم معانا في الاسبوع اليوم السابع هنبدا ان احنا نجيب امتحان شامل على الفصل الاول فيزياء ونحله. الامتحان الشامل ده ممكن تجيبه من اي كتاب خارجي اللي يريحك، مش هتفرق، المهم ان يكون امتحان شامل لامم افكار الباب كلها. بس طبعا لازم الامتحان ده يكون محلول على اليوتيوب، لازم تكون عامل حسابك ان انت الامتحان اللي هتجيبه ده يكون مستر حله على اليوتيوب، ويفضل يعني يكون المستر محمد وصفي اللي انت كنت بتحل معاه كتاب الامتحان. ولو ما كنتش بتحل مع مستر محمد وصفي وخدت الفكره بس، حله مع المستر اللي انت كنت بتحل معاه الكتاب الخارجي، لان هيبقى نفس طريقه الحل وده هيفرق معاك جدا وهيفيدك. والامتحان الشامل اللي في اخر الاسبوع ده مهم جدا على الباب، هو اللي هيثبت الباب معايا وهيبين لي حاجات كتير جدا. ولو انا كنت ضابط الدنيا في الايام اللي قبلها، الامتحان ده هيديني دفعه معنويه ان انا اكمل في باقي المنهج. طيب احنا كده خلصنا الفصل
الاول باذن الله. خلي بالك ان انت لو عندك مشكله في الفصل الاول رياضيه مثلا، لو عندك مشكله ان انت ما بتعرفش تعمل نسب، او عندك مشكله في الاساس عامه، انت تقدر تجيب حل للمشكله دي برضو وتتعلمه من على اليوتيوب. ما تعطلش، ما توقفش نفسك. في النهايه انت تقدر تتعلم اي حاجه، واي حد في ثانويه عامه قدر يقفل الفيزياء، اي حد في ثانويه عامه شاطر في الفيزياء، هو مش احسن منك. انا كنت دايما بقول ده لنفسي، دايما بقول لنفسي، انا كنت في البدايه كانت الفيزياء بالنسبه لي بتشكل عائق ومش كنت بعرف اذاكرها، بس كنت دايما بقول لنفسي ان اي حد شاطر في الفيزياء، مدرس الفيزياء نفسه اكيد هو دماغه مش تفرق عن دماغي في حاجه، زيه، بس الفكره كلها ان هو عارف يشتغل وعارف يتعلم الحاجه دي، فانا كمان اقدر اتعلمها، بس محتاج ابذل مجهود ومحتاج اهتم. لو بذلت مجهود واهتميت وشفت نقط ضعفي وعالجتها وانا اقدر اعمل ده، الحمد لله هبقى زي اي حد ومش هبقى اقل من حد. لكن اهم حاجه ان اكون مركز مع نفسي وفي انا عايز ايه، مش هقارن نفسي بحد. وفي النهايه يا شباب بجد الثانويه العامه تستاهل منكم انكم تبذلوا مجهود زياده عن طاقتكم، تستاهل منكم ان انتوا تجيبوا اخركم. يعني محدش فيكم يكسل، محدش فيكم يقول لا ده اخري ودي استطاعتي انا ما اقدرش ازود عن كده. لا، ما تستكفاش وما تبخلش بمجهود تحطه، بالذات في الفترة دي من السنة. الفترة دي من السنة أي مجهود بتحطوه فيها بيرجع لكم تاني، بيرجع لكم في يوم الامتحان، بيرجع لكم يوم النتيجة، بيرجع لكم في ليالي المادة، والله العظيم بيرجع لكم تاني. اعملوا اللي عليكم لحد الآخر وإن شاء الله توصلوا للي بتحلموا بيه. أنا كنت مكانكم وكنت مضغوط وكنت حاسس إن أنا ممكن محققش حلمي، ممكن موصلش اللي أنا عايزه، بس دايما كنت بقاوم الإحساس ده، وكنت بقاومه بالفعل، كنت بقاومه بان انا اقوم اعمل حاجه. كنت دايما لما احس ان انا مثلا ممكن ما اعملش حاجه، او ممكن ما احلش، او ممكن ما اعرفش احقق حلمي، كنت بعمل ايه؟ كنت بقوم اشتغل، كنت بقوم اعمل حاجه تثبت لي العكس، تثبت لي ان لا، انت بتعمل وربنا هيكرمك عشان انت بتعمل وربنا شايف تعبك مش هيضيعهولك. فعشان كده مش تستسلموا لاي احباطات، حتى لو عليكم تراكمات كتير ولسه ما بداتوش، ابداوا، وان انتوا تتحركوا من مكانكم دلوقتي احسن بكتير من انكم تفضلوا واقفين فيه. وربنا يكتب لكم الخير ويوفقكم ويبارك لكم في وقتكم. لو الفيديو فاتكم اعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وباذن الله السلسله دي مكمله، وباذن الله الفتره الجايه هحاول اعمل فيديوهات اساعدكم بيها على قد ما اقدر، واشارك معاكم خبرات تكون مفيده ليكم، وربنا يوفقكم. هحاول على قد ما اقدر والله ان انا انزل بانتظام الفتره الجايه. الفكره بس ان في ضغط امتحانات، واحنا داخلين دلوقتي على امتحانات عملي، بعد كده في فاينل، والترم عندنا مش اسهل حاجه بصراحه، بس باذن الله هحاول ان انا انتظم في الفيديوهات على قد ما اقدر، وباذن الله كلكم توصلوا لاحلامكم وتفرحوا عيلتكم وتكونوا دايما في احسن حال. ما تنساش تشترك في القناه صديقي عشان يوصلك كل جديد، وربنا معاك وبالتوفيق في الرحله. سلام.